اسمع، كنت انا اللي كنتحاور مع الوزير. خصنا نعرفوا اليوم بان المدارس الرائده هي احسن من المدارس الخاصه. وعلاش انت وجدك وحناك وتصيلتك وخوك وعمك وكاع اللي دارن بيك وتصيلتك كامله ما كيقريوش ولادهم في المدارس الرائده؟ واش تضحك علينا ولا تضحك على الوقت ولا بغيتو تحمقونا هاد الايامات؟ خصنا نعرفوا بان المغرب زاد في الميزانيه في الفلوس ديال التعليم، ولينا حنا هما 16 في العالم. ايوا الا زدتي في الفلوس ديال التعليم ووليتي انت هو 16 في العالم، والنتائج ديالك تتحطك في 94 174 ديما 100 الفوق 90 الفوق، فهذاك هو الغباء بحد عينه، ولا انه عندك الصفاره وسط الميدان. واش بغيتي تحمقنا؟ نعم سيدي. خصنا نعرفوا بان المدرسه الرائده كيتضرب بها المثل، وكيجيو عندنا الناس حتى يشوفوا اشنو كاين. اش من مثال تيضرب بك الله يهديك وانت السقف ديال اللي كتضرب عندك هو 40. فاش تيكون عندك 40 واحد يعني ما عندكش كبيضاد، وبريطانيا كتغوت اللي قلتي جات عندك، وهما تيقول لك ويلي عندنا الاقسام بغاو ينفجروا حيت عندهم 26 واحد. واش تضحك علينا ولا كتضحك على الوقت؟ يا هاد السياسيين الله يهديكم، داك النهار خرجوا الزين تيقول لك بانه الصحه عندنا احسن من الصحه في كندا، وداك النهار العثماني خرج تيقول لك بانه حنا كاع احسن من فرنسا. اما واحد الوزير هاد الايام خارج قال لك اودي نفس المشاكل اللي عندنا هي اللي كاينه عند المانيا. ودابا نخليك اسيدي الوزير كاع دابا نقولوا هاد المدرسه الرائده عندك الله يعمرها دار. واش ما كتشوفش بانه راه يابا وصلات 50% في 3 سنين؟ وي هادوك اللي ما داخلينش في المدارس الرائده فين غيمشيو مساكن؟ جاوب سعادة الوزير. واش ما بغيتيش تقول لعباد الله بانه من الاسباب الرئيسيه ديال هاد الكلاخ اللي عندنا في التعليم هو انه عندنا 40 واحد في القسم وعندنا 60 واحد وعندنا 50 واحد؟ يعني غير داك التنفس ديالهم راه ضجيج، يعني غير اللي بغى يمشي للطواليط راه مصيبه. واش ما بغيتوش تصالحوا مع عاداتكم ومع التعليم ديالكم وديروا لنا حتى حنا داك غير الاقتضاد البريطاني، ديروا لنا حتى حنا 26 واحد في القسم، وزيدوا خدموا الناس ديال الاساتذه وكذا. عندك مثلا 300 استاذ دابا زيد 300 اخرى، وانت غادي تجي وتقسموا الاساتذه داكشي، وانت قضيتي على البطاله وانت قضيتي على كلشي ونعشتي حتى الصناديق ديال التقاعد. صافي يا السيد الوزير. ايوا بركه سكتونا، راه حنا عارفينكم بلي ما ديروا لنا والو. صافي.